يا مساء الخير عليكم. النهارده بقى كده هنعمل وصفة الصغيرين والكبار كلّهم بيحبوها، بس مش دايمًا يعني بتضبط معانا في البيت، هي بصراحة أكلة مطاعم، فبنستسهل إن إحنا نجيب العيش من برّه ونعملها ليهم. النهارده بقى هنعمل الكريبات. وصفتنا النهارده سهلة جدًا وبسيطة، هو بس إيه، امشوا على الخطوات اللي أنا هاقول لكم عليها والتريكات إن شاء الله تضبط معاكم. هو في ناس بتستسهل بصراحة ويقولوا لأ إحنا هنجيب العيش ذات نفسه من برّه، بس مش دايمًا العيش بيبقى يعني متوفّر معانا في بعض الأماكن، ده غير إن هي كمان ساعات بندخّلها في وصفات تانية، يعني مش دايمًا بيبقى في كريب بس، في عندنا الكريب الحادق والحلو وكمان الكانيلوني، في وصفات كتير أوي بيدخلها الكريب. يالّا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. أنا هنا معايا كوبايتين من السوايل، يعني معايا كوباية مَيّة وكوباية لبن، نقدر نحط كوبايتين من اللبن وبتبقى غنية أكتر، وهانزل ببيضة واحدة، ومعلقة صغيرة ممسوحة من الملح كده الصغير، ومعلقة صغيرة برضه من السكر، وطبعًا حطينا البيض، هنحط فانيليا ومعلقة صغيرة من الخل. المكون بقى اللي بيخلّي طعم العجينة بتاعتنا rich شوية إن أنا باحط معلقة كبيرة من اللبن البودرة، بيخلّي طعمها حلو أوي. أضرب كل ده كده الأول في الخلاط، وبعدين بعد أمّا أضربهم أنزل عليهم بكوبايتين من الدقيق، يعني كوبايتين من السوايل هياخدوا زيّهم كده كوبايتين من الدقيق، 3 كوبايات، 3 كوبايات، المَيّة أو السوايل قد الدقيق بالضبط. أنا هنا كده لمّا حطيت الدقيق لازم نتأكد يعني نتأكد إن العجينة مش لازقة في جوانب الخلاط. بعد أمّا ضربته كده كويس أبتدي بقى إن أنا أصفّيه، لازم أصفّيه علشان الشوايب كده اللي أنتم شايفينها قدّامكم. بعدها أسيبه يرتاح كده حوالي نُص ساعة، لازم يرتاح، دي خطوة يا جماعة مهمة، علشان عجينة الكريب تبقى مضبوطة معانا. شايفين القوام مضبوط، يعني بالضبط كده. أنا هنا كده بقى سِبته يرتاح، غطيته وسِبته يرتاح كده حوالي نُص ساعة. بعدها أجيب بقى كده طاسة أبتدي إن أنا أسخّنها أوي، يعني أدهنها كده معلقة زيت أو رشة كده زيت، وبعدين أمسحها كده بمنديل مسحة خفيفة. أبتدي إن أنا أحط كده كرنبين، وأبتدي إن أنا أحرّك الصينية يمين وشمال، بحيث إن أنا كل العجينة تلِف معانا في الصينية. لفّت كده معايا، أبتدي إن أنا أقلبها الناحية التانية، لازم يتحط على درجة حرارة عالية، بعدين أهدّي النار. شايفين يعني الشكل بتاع العجينة أصلًا جميل ويتاكل حاف، تحفة والطريقة ولا أروع وسهلة. ممكن أول واحدة ما تضبطش معاكم، بس بعد كده صدقوني امشوا على الخطوات بالضبط والله هتضبط معاكم وهتعجبكم جدًا. واستنوني بقى كده إن شاء الله في تشكيل العجينة، وإزاي نعمل الكريبات في البيت زي بتاعة المطاعم وأنضف كمان. يعني لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وكومنتات بقى كتير كده. وهاستنى بقى رأيكم في الوصفة، واللي جربها يقول لي. أشوفكم على خير الوصفة الجاية. أنا ديجا، باي باي.